حيث أعلنت السلطات اليونانية إطلاق مشروع أوروبي لإعادة تأهيل مسرح كاليودونا التاريخي غرب البلاد بتمويل يبلغ 700 ألف يورو بهدف حماية عناصره المعمارية وترميم مقاعده الحجرية وأيضا الحفاظ على طابعه الهندسي الفريد. ويستهدف المشروع تحويل المسرح الذي يعود تاريخه إلى نحو 2400 عام إلى وجهة ثقافية سياحية تعليمية مفتوحة بما يعزز حماية التراث ودوره في التنمية المحلية. لا نتعرف على هذا الخبر وتفاصيله وأيضا أخبار الصحف اليونانية. ينضم إلينا الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا. صباح الخير عبد الستار، أبدأ معك من الخبر الذي قرأته. أبرز الخطوات العملية التي بدأتها السلطات اليونانية في مشروع ترميم مسرح كاليدونا، وما هو الجدول الزمني المتوقع لاستكمال أعمال التأهيل؟ صباح الخير شيرين، من هنا من وسط العاصمة اليونانية أثينا. بالفعل الصحف اليونانية اليوم تحدثت عن بدء السلطات اليونانية تنفيذ مشروع ترميم شامل لمسرح كاليدونا في منطقة موسولوجي بغرب اليونان وبتمويل أوروبي يبلغ نحو 700 ألف يورو. الخطوة الأولى ركزت على حماية المسرح من التدهور، خاصة الأجزاء المعمارية الهشة اللي تأثرت بعوامل الزمن، وتم البدء بترميم المقاعد الحجرية القديمة وإعادة تثبيت الكتل الحجرية المتضررة وتقوية الأساسيات أو الأساسات اللي بيقوم عليها المسرح. وأيضا شمل المشروع تحسين محيط الموقع الأثري من خلال بناء المدخل الرئيسي وتسهيل حركة الزوار داخل الموقع وربط المسرح بالمعالم الأثرية المجاورة بحيث تصبح زيارة أكثر سلاسة وتنظيم. ومن ضمن الخطوات أيضا شيرين تركيب لوحات إرشادية وتعريفية بعدة لغات بما في ذلك لغة برايل لشرح تاريخ المسرح وأهميته مع الالتزام بإجراءات السلامة وخطط الإخلاء. ويعد هذا المسرح مسرح كاليدونا من أقدم المسارح في غرب اليونان، ويعود تاريخه كما ذكرت إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي أنه يزيد عمره على 2400 عام. وقد استخدم المسرح منذ العصر الهيليني، واستمر دوره الثقافي والفني حتى الفترة الرومانية، وتم اكتشافه جزئيا عام 1967 أثناء عمل شق الطريق الوطني. بالنسبة للجدول الزمني كما ذكرتيني فإن المشروع بيمتد ضمن الإطار الزمني لبرنامج غرب اليونان 2021-2027، أي أن أعمال الترميم ستنفذ على مراحل خلال هذه السنوات، ومن المتوقع الانتهاء أو انتهاء الجزء الأكبر منه قبل عام 2027 ليصبح المسرح بعدها موقع أثري مهم ومهيأ بالكامل لاستقبال الزوار. وبتهدف السلطات من خلال هذا الجدول الزمني إلى إنجاز العمل بدقة مع احترام الطابع التاريخي للموقع. نعم. فعلا طابع تاريخي مميز. وانتقل معك من يعني السياحة إلى التكنولوجيا، حيث تمت مشاركة أكثر من 90 ألف شخص في برامج الأمان الرقمي باليونان. ماذا لديك تفاصيل حول تعامل السلطات اليونانية مع تصاعد الجرائم الإلكترونية وأيضا تعزيز وعي المواطنين الرقمي؟ الصحف اليونانية اليوم بتتكلم عن تعامل السلطات اليونانية مع تصاعد الجرائم الإلكترونية من خلال خطتين بيسيروا معا: المكافحة الأمنية ورفع وعي المواطنين خاصة الأطفال والشباب. فعلى مستوى التوعية أطلقت الشرطة اليونانية برنامج وطني واسع للتثقيف بالأمان الرقمي، شارك فيه خلال عام 2025 أكثر من 90 ألف طفل وولي أمر ومعلم في مختلف أنحاء البلاد، ونظمت مئات المحاضرات والأنشطة داخل المدارس والجامعات والجمعيات، وركزت على الاستخدام الآمن للإنترنت ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني والاحتيال وأيضا الابتزاز عبر الشبكة. كما استخدمت السلطات أدوات حديثة مثل تطبيقات الواقع الافتراضي ومواقع إلكترونية إرشادية لتبسيط المعلومات وجعلها أقرب للفهم، مع الاهتمام أيضا بالفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقات.
وايضا من ذوي الهمم. اما من ناحيه التحديات فتواجه هذه الجهود صعوبات عده ابرزها التطور السريع للجرائم الالكترونيه اللي بتتغير اساليبها باستمرار، ما يتطلب تحديث التوعيه بشكل دائم، وهناك ايضا فجوه رقميه بين الاجيال اذ يعرف الاطفال التقنيات الجديده اكثر من ذويهم، وده بيصعب على الأسرة المتابعة. إضافة إلى ذلك شيرين لا تزال ثقافة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ضعيفة لدى بعض المواطنين بسبب الخوف أو عدم معرفة الإجراءات. ورغم هذه التحديات بتؤكد السلطات اليونانية أن تعزيز الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول، إلى جانب توفير قنوات سهلة وآمنة للإبلاغ عن الجرائم بهدف حماية المجتمع. صحيح، يعني التدريب على حماية البيانات هي خطوة أساسية ومهمة جدا. يعني بما أنه اليوم نحن معك عبد الستار في آخر يوم من هذه السنة، لو تنقل لنا أجواء احتفالات العام الميلادي الجديد في أثينا، وأيضا المزج بين الروحانية والتقاليد في شوارع المدينة، وأيضا ما هي أهم مظاهر الاحتفال. نعم شيرين، أتحدث إليك من هنا من ساحة سندغما وسط أثينا. هذه الساحة بمساء اليوم سوف تعج بآلاف الناس الذين سوف يتابعون تغير العام الميلادي الجديد. كل عام وأنت بخير، وكل عام والعالم جميعا بخير. فمع اقتراب نهاية كل عام بتتحول اليونان إلى لوحة احتفالية، وبتكتسي المدن لا سيما أثينا بالأضواء والزينة الموسمية، وتملأ شوارعها الموسيقى المبهجة والأنغام الاحتفالية، ليصبح عيد الميلاد ورأس السنة مناسبة بتجمع بين الروحانية والتقاليد الشعبية. فالبهجة الدينية بتتداخل مع الأنشطة الاجتماعية والثقافية لتخلق أجواء فريدة يشعر فيها المجتمع بالدفء والاحتفال. في العاصمة أثينا بتتزين الميادين الرئيسية بأشجار كريسماس وأضواء ملونة، بينما يعني بتنظم البلدية سلسلة من الفعاليات الفنية والموسيقية ومهرجانات وبازارات لبيع الهدايا. أشير إلى خلفي هنا تظهر يعني شجرة عيد الميلاد، أكبر شجرة هنا في العاصمة أثينا، وأيضا المسرح الذي تم بناؤه مساء أمس تم بناؤه من قبل البلدية، يعني وبتتحول الشوارع والميادين إلى مساحات مفتوحة للاحتفال بتجمع العائلات والأصدقاء في أجواء دافئة، مع حرص البلديات على توفير تجربة ممتعة ودافئة للجميع. أيضا الشعب اليوناني بيحرص على تزيين المنازل والشرفات بزينة ملونة، كما تظهر مظاهر الاحتفال في الموسيقى والأطعمة التقليدية واللقاءات العائلية. كل ده بيعكس يعني مزيج من الروحانية الدينية والتراث الشعبي والفرح الإنساني. بالنسبة للمزج بين الروحانية والتقاليد في شوارع اليونان، ده بيظهر بوضوح خلال الاحتفالات من خلال عدة مظاهر، منها الزينة الدينية والتراثية، والشوارع والميادين بتتزين بأشجار الكريسماس وأضواء ملونة بتعكس البهجة. أيضا الأنشطة الاحتفالية بتقام المهرجانات والبازارات اللي بتعرض الهدايا وبتجمع العائلات والأصدقاء. ودعيني إذا كان هناك متسع من الوقت أشير إلى يعني بعض الطقوس اليونانية هنا. فهنا بتتردد الأناشيد والتراتيل الميلادية في الميادين العامة، والأطفال بيعدوا على البيوت وبيقولوا يعني أغاني بتاعة عيد الميلاد، وبيعطيهم الناس بعض الأموال. أيضا الجانب الروحي للاحتفال، فرق موسيقية، عروض فلكلورية شعبية. بالنسبة في التقاليد أيضا يهتم اليونانيين بتزيين المنازل والشرفات وتحضير أطعمة تقليدية مثل الحلويات والوجبات العائلية. وأشير إلى العملة المعدنية اللي بتبقى في كيكة رأس السنة اللي بيتم تقطيعها مساء اليوم الساعة 12 بالليل، والشخص اللي بيكون من نصيبه العملة المعدنية بيكون محظوظ في السنة الجديدة. وأيضا كسر حبة أو فاكهة الرمان على عتبة المنزل أو الشقة
شيء آخر أيضا شيرين، فتح الأبواب والنوافذ مع بداية العام، أيضا موضوع تبادل الهدايا اللي بيتم تجميعها تحت شجرة الكريسماس اللي موجودة فعلا في كل يعني منزل عادات يوناني. جميلة، ومنشاهد في حول العالم عادات مختلفة من بلد لبلد، ولكن أتمنى لك ولكل المغتربين ومشاهدي القاهرة الإخبارية ليلة آمنة وسعيدة، وكل هذه الأجواء تنطبع على العام الجديد. شكرا لك عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من أثينا. بنهاية